الشاورما ليها أنواع كتير وليها أشكال كتير. النهاردة هنعمل مع بعض الشاورما المصري الأصلي اللي هي بتاعت زمان كده، اللي قبل ما نعرف الشاورما السوري كنا دايما بناكل الشاورما بتاعتنا بالطريقة دي، الشاورما المصرية. ويلا بينا تعالوا اقول لكم هنعمل ايه. الشاورما دي او النوع ده من الشاورما بيحتاج بصل كتير قوي، فهنبتدي نقطع مع بعض حوالي 3 بصلات على حوالي نص كيلو لحمة. هنقطعهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وعشان بعد كده هنفتحهم كده من بعض هوريكم هنعملهم ازاي. وطبعا طالما اتكلمنا في شاورما مصري يبقى لازم نحط معانا الطماطم. هنجيب كده طماطم وهنبتدي نقطعها برضو بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده. وانا حاططهم في الاخر بصراحة، بس ده ممكن ما يظهرلكوش الفيديو. حاططهم في الاخر كده ايه، تكة كده من النص بحيث ان هم يبقوا على 4 كده. وهنبتدي نفرط في البصل زي ما انتوا شايفين كده، وهنرش عليه شوية ملح وشوية فلفل اسمر. وده شكل اللحمة بتاعتنا بعد ما اتقطعت. انا كنت جايب لحمة انتركات وبدأت اقطعها قطع صغيرة كده كلها على بعضها. وجبت طبعا الخلطة دي، هي مكتوب عليها خلطة شاورما سوري بس هي في الاصل هي خلطة شاورما. بتدي طعم الشاورما جميلة جدا من شركة كنور. بجد من الحاجات الحلوة قوي اللي انا دايما بستخدمها في اغلب التتبيلات بتاعتي. وعلى فكرة عشان انا عارف ان هي ما بتبقاش الملح بتاعها مظبوط، زودت كده عليها رشة ملح ورشة فلفل اسمر. وبدأت أجيب الطاسة بتاعتي وحطيت فيها الزبدة. طبعا اللحمة اللي هي الانتركوت دي لما بتكون معاها الزبدة كده بتوديها في حتة تانية خالص. وبعد ما الزبدة بتاعتي بدأت تسيح، هنزل باللحمة اللي أنا مقطعها بعد ما سبتها في التتبيلة بتاعتها حوالي ساعة دي. هنبتدي إن احنا نديها التقليبة بتاعتنا. لو أول مرة تشوفوني أنا سعيد، ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير الفيديو. بصوا هي هنا بدأت توصل قريب شوية من اللون اللي احنا عايزينه. محتاجين اللحمة تستوي نص سوا. طبعا هي أخدت الصدمة بتاعتها، ولغاية لما توصل للون اللي قدامكم ده. شايفين اللون ده؟ تكون كده نزلت الصوص بتاعها كده في الطاسة بتاعتنا. وبعد ما تعمل كده هننزل عليها على طول بالبصل. على فكرة في إضافات تانية ممكن تضيفوها، في ناس تانية ممكن تحب تحط معاها فلفل، في ناس بتحب تحط معاها فلفل حامي، فلفل ألوان. كل ده available ومتاح. الفكرة كلها إن هي بصراحة الأصل بتاعها هي بصل وطماطم. نقلبها كده في البصل جامد، نفضل نقلب قلب قلب على طريقتنا كده لغاية لما البصل بتاعنا عايزه يوصل لمرحلة ان هو يعني يبدأ ياخد لون شوية، وياخد من صوص اللحمة كده، وهو واللحمة كده يستووا مع بعض. هيبقوا بيدوا طعم تحفة في الآخر بصراحة. بعد ما قلبنا البصل ودمجناه كويس مع اللحمة، هنغطيهم كده شوية مع بعض عشان يتشربوا كده من بعضهم. وبعدين هنفتح عليهم، البصل بتاعنا بدأ لونه يتغير. هننزل بقى بالطماطم بتاعتنا اللي احنا كنا عاملينها. زي ما قلت لكم انا عطيتها قطعة في النص كمان كده عشان تبقى مش بالحجم اللي انتوا شايفينه ده. وهنبتدي ان احنا نقلبهم مع بعض. بجد كانت من الحاجات الحلوة قوي. ممكن تعملوها. المميز قوي 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 في الموضوع كان عيش كايزر، بس انا ما كانش عندي النهارده عيش كايزر، فاكلنا الاكلة الحلوة دي بالعيش الشامي الابيض. بجد بتوديها في حتة تانية. طبعا هنا بقى طحينة، مش هنعمل تومية. وبالهنا والشفا على قلبكم. قولولي في الكومنتات عايزين ايه الفيديوهات اللي جاية، واشوفكم في فيديو جديد. النهاردة متنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير للفيديو. وباي باي.